اليوم نرجعكم للزمان ونديروا حلوة قرنغزال، حلوة جزائرية قديمة اللي كانوا يحضروها ويقدموها مع لاتاي في المناسبات والقعدات الزينة مع الأحباب. ولهاد الحلوة بالذات اخترت فارينة ماما تي 45 الممتازة، وضفت عليها السكر الناعم لا ليفيغ والقرصة تاع الملح. خلطت كلش وضفت عليهم السمن اللي لازم يكون دايب وبارد باش ما يبركسلكمش الفارينة ديالكم، ودخلت مليح هذاك السمن ديالي في الفارينة حتى ولات مبسة كيما راكم تشوفوا. ومن بعد بديت نضيف المزهر ديالي غير بالعقل وانا نلم في العجينه ديالي. كي يخرجوا لكم هادوك الخطوط البيضاء اللي فوق العجينه ولازم يكونوا بزاف، تعرفوا بلي العجينه تاعكم راهي واجده. خلوها تريح شويه باش نبداو نخدموا بها. وفي العقده درت كيله لوز وزوج كيلات تاع الجوز يكونوا مرحيين رقاق، وزدت عليهم السكر الناعم شويه تاع لا مارغارين ولميت كلش بالمصح. توزنوهم دي بول من 25 حتى ل 30 غرام، ومن بعد نبداو نحلو في العجينه تاعنا. انا قسمت هذه بول وحليت كل وحده رقيقه كما راكم تشوفوا، لازم تكون رقيقه مليح باش ما يجيكمش معجن. ومن بعد جبت القطعه رقم 110 وقطعت دوائر كما راكم تشوفوا كامل الدوائر تاعنا ونبداو نخدموا بالوحده. انا العجينه ديالي عاود حليتها بالحلال الصغير باش تجيني رقيقه مليح. ومن بعد جبت كره تاع العقده وشكلتها هكذا حربوش كيما اللي نديروه في التشارك. ومن بعد درت عليها العجينه وغلقتها مليح، وعاد ندور عليها العجينه وانا نغلق هكذا باش ما تتحللكمش كي تكون طيب. كي نغلقها مليح نبدا نشكل فيها كشغل راني رايحه ندير حبه تاع التشارك، بصح وشنو ما تغلقوهاش كيما نغلقوا الحبه تاع التشارك، لازم تبقى محلوله. وهذا هو الشكل تاع حلوه قرنغزال. نكمل كامل الحبات ونحطهم في سنيوه وندخلهم للفوق على 170 درجه، نخليهم يطيبوا حتى يصفاروا، نخليهم يدفاو غير شويه ومن بعد نبدا نجوزهم في العسل ونخليهم غير 2 دقائق ونحوهم باش ما يذوبوناش داخل العسل. ومن بعد رمدوهم في المكسرات اللي يكونوا مرحيين رقاق. حلوياتنا بزاف هايله، لازم نعاودوا نولوا ليها وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.